هاي جماعة، تعالوا بقى احنا رحنا ناكل عند ابو حنفي. وهنا كنا وصلنا المطعم وكنا جعانين قوي قوي. وعايزه اقول لكم ان انا ما روحتش اول يوم العيد اكل كشري، فكان لازم اكل كشري في العيد لاني انا بحب اكل كشري، وكمان لازم اكون باكل كشري في المحل. ما بعرفش الصراحه اجيب علبه كده واكلها في البيت، او مش عارفه. انا بحب كده. طبعا لولي كانت غيرت هدومها ولبست ترنج عادي، قالت لي عشان انا هبهدله ماما كشري وقوطه فمش عايزه اتبهدل. وهنا انا كنت طالبه كشري بس بالفراخ، بيبقى طعمه حلو قوي بجد. اصلا ابو حنفيه عنده الاكل رهيب يا جماعه. الكشري بتاعه تحس كده ان انت مش بتاكل كشري، انت بتاكل حلويات والله. يعني انا مش بعمل له اعلان، بس انا بحب الكشري بتاعه بجد. وده كان الطاجن بتاعه اللي هو بالكبده. وطبعا كان لسه العيال ما جالهاش الطواجن، وهنا كانوا جالهم لانهم كانوا طالبين موتزاريلا. يعني انا مش عارفه هما بيحبوا الموتزاريلا ليه، بس كل واحد بياكل اللي على مزاجه طبعا يعني. وهنا بقى لولي كانت خلاص بتستنى الاكل يبرد شويه لانه كان سخن جدا طبعا عليها. وانا الصراحه كان نفسي ادوق الموتزاريلا بتاعتها قوي، وهدوقها دلوقتي قدامكم وهقول لكم الراي يعني بتاعي. وهنا نوجا بقى بتفتح الكيس، وهنا انا قاعده اقلب بقى الكشري في الصلصه وكده. وطبعا عايزه اقول لكم ان احنا لا، يعني بصوا اول معلقه، بصوا الجمال. بصوا والله العظيم انا باكل انا مستمتعه. انا دلوقتي جوعت تاني وانا اصلا بسجل لكم على الفيديو، بجد جوعت تاني. انا بحب الاكل من عنده. بصوا الموتزاريلا اصلا بتمط ازاي، لا بيدي كل حاجة حقها. وطبعا بقى يا جماعة يعني نوجا يعني الأكل كان سخن عليها، فكانت بتحاول إن هي تاكله، وبتقول لكم اهي إن هو جميل ولايك وكل حاجة. يعني حرفيا بجد لا، يعني أنا أدي أبو حنفي 100%. أحلى بتاع كشري في دار السلام. ما مش عارفة بقى انتوا أحلى بتاع كشري عندكم اسمه ايه. طبعا كان حاطط الخيار المخلل دوت لانه ما كانش عنده سلطه. انا اصلا بحب السلطه بتاعته، بس باين عشان ايام عيد والزحمه وكده باين كانت خالصه من عنده، فكان حاطط لنا خيار. فبجد الخيار كان حلو قوي. وهنا بقى كنت بدوق الطاجن الموتزاريلا بتاع نوجا. بصوا الدخان بيطلع منه اصلا عامل ازاي. وهنا محمد بقى يعني كان جعان قوي وعطشان قوي. عارفين ان احنا جايين اصلا عايزين ناكل كتير، يلا بقى احنا عايزين ناكل. لا 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 بجد يعني كنا هنموت من الجوع، فقلنا ايه اما ناكل الكشري هنخلصه على الاخر. يعني اصل عايزه اقول لكم ان احنا الصبح اصلا كنا فطرنا بس لبن وبسكوت. وطبعا انتوا عارفين ان برضو كان اللبن والبسكوت مش بيشبع قوي. انتوا متخيلين بقى ان احنا كشري وبسكوت ولبن، ما اقولكوش يعني، ورنجة اول يوم. لا 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 صعب بجد يعني صعب. هنا شوي بقى ايه بيقول ما فيش كبده في الطبق. انا بقول لكم لاني اصلا دوشه كتير فالصوت مش جاي، فهيخلي الراجل اصلا يزود له كماله كبده. وهنا انا قاعده ما شاء الله عليا يعني. بصوا انا اول مره في حياتي اخلص طبق كشري، او يعني ما بقدرش اخلصه. لكن بجد عند ابو حنفي بخلصه وممكن يجيبولك ميلة. وطبعا كالعادة يا جماعة، ومش كالعادة يعني كالعادة عند ابو حنفي، مسحت الطبق. قلت عشان الطبق يدعي لي يعني الحمد لله، واسكت على كده. لا بقى قلت يعني نوجة اسيبها لوحديها اكمل مع نوجة يعني. فقلت بقى ايه يعني اكمل معاها، هي مش هتقدر تاكل الطاجن كله، فقلت اكمل مع انا اللي كنت جعانة قوي باين عليا ولا ايه. قولوا لي بقى اكلتوا كشري عند مين في العيد؟ يعني انتوا كلتوا عند مين في العيد كشري؟ واحسن محل كشري بتعتبروه بالنسبه لكم الطب؟ هنا كنا خلصنا كل الطواجن، بس محمد ما قدرش يكمل الطاجن بتاعه للاخر يعني. ولا نوجة برضو برغم ان انا ساعدتها طبعا. انا خدت الطاجن بتاع شوي اكمله، يعني انا قلت هكمله بداله بقى يعني. وبعدين خلصنا اكل يا جماعة وقلنا نروح نشرب عصير. ومحمد طلب كيوي، وكيوي كان طعمها حلو للزوز. اول مرة ادوق كيوي عصير على فكرة، لكن طلع طعمها حلو. مش عارفة بقى انتوا دقتوها قبل كده وحبيتوها ولا لا. لكن بجد اديها 10 من 10. الكيوي العصير حلوة قوي يا جماعة بجد، جربوها حلوة. وانا بقى كنت طالبة مانجا، بس الصراحة يعني المانجا ما عجبتنيش قوي، مش حبيتها. مش عارفة ليه، بس هو قال عشان احنا مش في موسم المانجا،
فعشان كده المانجا مش طعمها لذوذ يعني. وهنا جبنا ايس كريم، وكان الايس كريم تحفة يعني، عشان حرام اقول لكم الحاجات الحلوة، كان حلو جدا. وهنا نوجا كانت فرحانة بالايس كريم، كان طعمه لذوذ، انا دقته كان طعمه حلو جدا. وانا كمان قررت ان انا اجيب كوكتيل الصراحة بدل المانجا، وهو ما قاليش اي حاجة يعني، كتر خيره يعني، هو شخص كويس جدا وخلاني خدت كوكتيل، وكان الكوكتيل لذوذ وطعمه حلو برضك عشان الحق يعني. هنا بقى نوجا فرحانة ان هي اللي كسبانة وجايبه ايس كريم طعمه حلو. هنا حمو كان خلاص المشروب بتاعه. وهنا بقى شوقي كان عاوز حاجة اسمها كانتالوب، لا استنوا انا عايزة افتكر اسمه ايه. افتكروا معايا، انا ناسية خالص. اللي هو بيبقى بالعسل ده واللبن، انا مش بحب طعمه اصلا يعني، انا مش بحبه، فهو ما عجبنيش. هتشوفوا رياكشنات مني غريبة. بصوا انا عملت ازاي، ايه ده. افوكاتو، افتكرت. وهنا يا جماعة كانت نوجة مبسوطة اكتر حد فينا وخلاص بقى يا جماعة، خلاص احنا قلنا هنروح، باي، واستنونا في مكان جديد، وسلام.